لو بتقيس نجاح المحتوى بتاعك او المحتوى بتاع البراند بتاعك بعدد اللايكس بس، يبقى انت بتحكم على السمكة من مدى قدرتها على تسلق الشجرة. في محتوى انت ممكن تعمله ممكن يوصل لملايين بس زيرو بروفيت، ما يقدرش يكسبك اي حاجة. وفي محتوى تاني ممكن يوصل ل 100 و200 و300 و500 بني ادم ويقدر يحقق لك رقم من 5 و6 صفار. ازاي ده بيحصل؟ الاجابة ببساطة المحتوى الذكي. محتوى وظيفته مش بس انه يشوقك، هو محتوى وظيفته ان هو ياخد الكاستمر بتاعك من نقطة انا مش مهتم لنقطة انا جاهز اشتري، انا جاهز ابني مع البراند بتاعك ريليشن شيب، انا جاهز اعرف عنك اكتر، انا جاهز اتابعك. لان خليني افاجئك بحاجة شوية، ان مش لازم المحتوى اللي يكون بيبيع هو المحتوى اللي لازم يكون فايرال. الفيراليتي مش هقدر انكر، هي بتساعد كتير جدا في المبيعات وبتساعد كتير جدا على انكريسنج الفولورز واللايكس وكل الكلام ده كله، بس مش لازم تكون هي العامل الرئيسي اللي انت بتعتمد عليه دايما. لان في فرق كامل ما بين المحتوى اللي بيقول انا جامد سواء بيرسونال براندنج او براند، وما بين المحتوى اللي بيقول انت محتاج ده عشان السبب ده، وفي الاخر في بروفيتس وبنفيتس كتير انت هتقدر تستفيد بيها لما تكون معانا او لما تشتري البرودكت بتاعك. فخلينا نتفق ان المحتوى اللي بيولد مبيعات دايما مش لازم يكون فايرال، بس لازم يكون ذكي. فخلينا نتكلم بقى شوية تفصيلا عن ازاي ده بيحصل. فاول مرحله دايما للمحتوى بتاعك، او زي ما انا بسميها مرحله كسر المقاومه او مرحله كسر اللامبالاه، ودي المرحله اللي بتكون عند العميل بتاعك اتجاه منتجك او خدماتك او البراند بتاعك او البراند الشخصي بتاعك. بيبقى ليها علاقه اكتر بالحاجز النفسي، لان في السايكولوجي الانسان دايما بيبني حواجز قدام الحاجات الجديده والحاجات المكلفه والحاجات المختلفه عنه. عشان كده دايما في البدايه لازم تخاطب المقاومه دي بشكل مباشر، ودايما الحل بتاعها بيكون سهل، وهي انك تعالج نقطة الاعتراض او نقطة الحاجز النفسي اللي الكاستمر بيبنيها معاك او مع البراند بتاعك. وخليني اقول لك مثال، اي شركة جديدة بتبدأ بيبقى عندها منافسين كتير، وده الطبيعي. العميل دايما بيبقى في دماغه ليه هسيب الشركة اللي انا متعود عليها وعارف منتجاتها وعارف خدماتها وعارف الكاستمر سيرفيس بتاعها وعارف كل حاجة انا متعود عليه، وهسيبها واروح شركة تانية. هنا انت لازم تتكلم على القيمة بتاعتك، ومش بس القيمة بتاعتك، لازم يكون في رد منطقي وسوشيال بروف واعادة تعريف القيمة اللي العميل اصلا محتاجها. يعني انت محتاج تقول للكلاينت بطريقه واضحه جدا ليه انت، وتبدا تضيف اعاده تعريف القيمه عند العميل والاكسترا بنفيتس اللي هو هياخدها من مجرد ان هو يسيب الشركه اللي هو متعود عليها ويروح لك. وده برضو بيكون فيه مخاوف كتير، عشان هو لسه بكل بساطة هيجربك. ولازم في الستيج دي يكون في تراست 100%، ما ينفعش هنا غلط نهائيا. لو الكلاينت ساب الشركة اللي هو بيتعامل معاها وجالك وانت بعت له منتج او سيرفيس فيهم مشاكل، اوعدك ان هو مش هتقدر تجيبه تاني. تاني مرحله هي عمليه التسخين او البريمينج كونتنت. علميا الدماغ بيبقى عندها شويه مصنفات كده او فلترز على اي حاجه جديده بتتعرض قدامها، زي هل المنتج ده مهم، الخدمه دي هتفيدني او تخصني او معموله عشاني في الاول وفي الاخر. وهنا انا احب اقول لك ان بيجي وقت الستوري تيلينج. لازم العميل يحس ان انت فاهم معاناته، وتبدا بكل بساطه تلعب على البين بوينتس بتاعته بشكل واضح. فين الحته اللي بتوجعك وانا هدوس عليها بكل بساطه. انا حاسس ان انا شرير وانا بقول اللاين ده الصراحه. محتاجين هنا نخلي الكلاينت يفكر اكتر، نحكي له عن ناس كانوا في نفس الوضع بتاعه ولما اشتروا البرودكت او السيرفيس بتاعتنا مشاكله اتحلت. خلينا عارفين ان الهدف الاساسي هنا هو حاجه واحده، احنا فاهمينك لاقصى درجه ممكنه. وده بيبدا يخليه يثق في البراند بتاعك، وبيبدا بشكل او باخر يتابع البراند ويهتم بيه. تالت مرحله وهي الحب القلبي، الايموشنال تريجر. لو مفيش دافع نفسي عند الكلاينت مش هيشتري مهما عملت. وهنا انت لازم تبدا تستخدم قوة المشاعر عشان تبدأ تعمل ارتباط داخلي ما بين الكلاينت وما بين البراند والسولوشن اللي انت بتقدمه. ده ليه تحديدا في علم النفس الشرائي الكلاينت مش بيشتري عشان هو بس عايز يشتري. الكلاينت اغلب الوقت بياخد القرارات بتاعته بناء على المشاعر اللي بيحس بيها، وبعدين العقل بيبدأ يتدخل. فانت محتاج تلحقه قبل ما يبدأ يفكر كتير، عشان هو بمجرد ما بدأ يفكر مرحلة البيع بتبدأ تقل شويه، والعقل هيعمل اكتر حاجه بيحبها، هيبدا يقاوم الرغبه. فانت محتاج تخلي في المرحله دي مشاعر العميل اقوى بكتير جدا من عقله. وده بيحصل دايما لما يكون المحتوى حقيقي قادر ان هو يلمس البين بوينتس ويلمس المشاكل ويحفز طموح مدفون داخل
قلب العميل، او انك تلعب اللعبه المعتاده وتبدا تخوفه من الخساره. خليني اقولها لك بطريقه شريره شويه، احنا في المرحله دي مش بنلعب على البين بوينتس بتاعت العميل، احنا بنشوف اكتر حاجه ممكن توجعه وبنبدا نلعب عليها. هتبدا تحسسه بكل المشاعر اللي هو ممكن يحس بيها في الدنيا، لمجرد انك تبدا تتغلب على لحظه الادراك اللي بكل بساطه لو ظهرت العميل بتاعك هيبدا يحطك ضمن ليست كبيرة جدا وهيبدأ يختار منها، او في الاخر مش هيشتري اصلا. رابع مرحلة وهي القرار. لما العميل يوصل لهنا هو مش بس مهتم، هو بقى مرتبط بيك ذهنيا ومشاعريا وعايز ياخد خطوة اكتر ناحية البراند بتاعك. فانت هدفك هنا لازم تبدأ تسهل عملية الشراء بالكامل. لازم السي تي اي يكون واضح، لازم يكون في سوشيال بروف قوي، عرض او فرصة مقنعة، ولازم الكلاينت يكون متأكد ان هو بياخد خطوة محسوبة. وهنا لازم نحسسه دايما ان هو بياخد القرار الصح والقرار المفيد ليه، وانه لو اشترى السيرفيس او اشترى البرودكت بتاعي حياته فعلا هتبدا تتغير. كل ستيج من الاربعه دول بيكون ليها شكل محتوى وتون معين وستراكشر مختلف عن التاني. المشكله الرئيسيه دايما اللي احنا بنشوفها وهي ان كل الناس بتستخدم الاربع مراحل دول بنفس الطريقه، بنفس التون، بنفس كل حاجه، وده مش بيحقق للكلاينت او بيحقق ليك انت اللي انت محتاجه. وعشان كده اوقات كتير بيبقى رغم ان في تفاعل كبير جدا لكن مبيعات صفر. وده هيخليني اقول لك على واحده من اهم الادوات اللي انا بحب استخدمها في حياتي، وهم بكل بساطه 3 ادوات: الاودينس ماب، الاوبجكشن ليست، والتريجر ستاك. خليني بقى اشرح لك كل واحده لوحدها. الاودينس ماب دي خريطه ذهنيه كامله بتوضح جمهورك انت فين بالظبط وفي انهي ستيج وايه اللي انت محتاجه في الوقت الحالي، انهي نوع محتوى قادر ان هو يديلك سبورت كامل مع الاودينس بتوعك عشان تحقق الهدف منه. فلازم هنا انت مش بس تكون عارف الكلاينت بيفكر في ايه، انت لازم تكون عارف قصة حياته. لما تفهم المرحلة دي بشكل كامل وتبدأ تذاكر بجد السايكولوجي او السلوك بتاع الكلاينت بتاعك، هتبدأ تكتشف ان المحتوى بيتكتب وبيتعمل لوحده. تاني حاجة وهي الاوبجكشن ليست. السعر غالي، مش متأكد ان هو مناسب ليا، محتاجه بس مش دلوقتي. المحتوى بيجاوب على اعتراض عند الكلاينت بيساوي خطوة اللي قدام في الكونفرجن بتاعك. الحاجة والاخيرة وهي التريجر ليست، هلك بشكل بقى مش شرير، وهي ادوات الضغط النفسي على الكلاينت بتاعك. دي ادوات هتساعدك بكل بساطة على انك تعمل ضغط نفسي او عاطفي على الكلاينت بشكل كامل، من اول احساس الندم، احساس ان الفرصة محدودة، او يكون عنده فضول. لازم كل كونتنت بيس يكون فيها تريجر قوي، بس الاهم انك تختار المناسب على حسب المرحلة وعلى حسب الجمهور. دلوقتي اسالك سؤال مهم جدا: ايه اكتر بين بوينت عندك في مجال صناعة المحتوى؟ في الكومنتس وهجاوبك ازاي تقدر تحلها. كمان الفيديو اللي جاي هيبقى من اختياركم، فلو في اي توبيك معين حابين ان احنا نتكلم عليه تقدر تكتبه في الكومنتس ونختار واحد من التوبكس دي نعمل عنها الفيديو اللي جاي. سلام.